اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدي ومتابعي بودكاست جاسوس الملعب. العد التنازلي بدأ ولا صوت يعلو فوق صوت كأس العالم للأندية ومباراة الافتتاح للأهلي أمام إنتر ميامي. المدرب جديد، شفنا ماتش ودي، عايزين نفهم الأهلي هيلعب ازاي، ريبيرو هيعمل ايه. ريبيرو في حيرة أصلا، يعني في حيرة كبيرة، لعب 23 24 لعيب، هنشوف عايز يعمل ايه وهيبقى شكلنا عامل ازاي في كأس العالم. وعايز اتكلم بقى اصلا على كاس العالم وفكره كاس العالم دي للنادي الاهلي وايه فايدتها والرعايه والفلوس اللي رايحه جايه دي، والاهلي بيجيب فلوسه منين، والقصص اللي احنا بنسمعها بقى لنا قد كده. معاكم النهارده حد اهلاوي، صحفي ومحلل طبعا، ولكن يعني هو مشجع درجه ثالثه، راجل في الاستاد على طول، راجل اهلاوي زي الكتاب ما بيقول. معاكم النهارده ايمن جilberto. ازيك يا ايمن؟ محمد باشا، عامل اخبارك ايه ايه؟ الاخبار؟ كله جميل والله. الحمد لله. الحلقه دي متاخره بقى لها كتير، بس كويس بس جايه برضو، جاي بقى على في كاس ايه؟ العالم للانديه. جايه في كاس العالم للانديه. اللعبه خلاص، بتاعتنا الحلوه دي. اللعبه بتاعتنا حلوه، نخش بقى بسرعه كده. كاس العالم للانديه، الاهلي استفاد منه او هيستفيد منه زي هو بيلعب ماتش الافتتاح. حظنا جه ان احنا بنلعب ماتش افتتاح قدام ميسي واصحابه طبعا. وفي رعايات. قبل ما نروح كده امريكا لقينا مش عارف شركه ايه مضت مع الاهلي 5 سنين بكام مليون دولار ومش عارف ايه. في قصص كتير. الاهلي هيستفيد من الموضوع ده ازاي او مستفيد من الموضوع ده ازاي؟ لا طبعا، كاس العالم بالشكل مم. الجديد ده مفيدة جدا للنادي الأهلي. بنتكلم مم. من ناحية هنقول التسويقية والتجارية معنويا، حتى على مدى فكرة الشعبية الأكتر، الانتشار، كل الكلام ده. اوكي. طبعا فنيا الأمر بقى أصعب من النسخ اللي هي اللي فاتت بالنظام طب القديم. طب وطبعا أصعب أكيد من الانتركونتيننتال، لأن أنت وسعت القاعدة بتاعت المشاركة، بتلعب مم. كأنك كاس العالم بتاعت المنتخبات، نفس النظام. طبعا مظبوط. كاس العالم المنتخبات اتغيرت، بالظبط. بقت 48. احنا هنا بنبتدي قبل 32، مم. وقبل ما نيجي كمان قال لك في تفكير ان ممكن كاس العالم بتاعت الانديه 2029 اوكي. تبقى 48 نادي. اه يعني ماشي. كمان حتى بص انت، رغم ان في ناس بتتكلم اصل اه البطوله ممكن تتلغي خالص بعد جماهيريا كده، الجماهير مش عارف ايه. صح. لا ده الفيفا من دلوقتي ابتدى يطلع اهو كلام مم. ان والله لا ده احنا في النسخ اللي الجاية جايه هتبقى ممكن تبقى اكتر. 48 عشان اه خاطر يزودوا كمان نسب او مقاعد الانديه بتاعت اوروبا، عشان خاطر الرعايات اكتر. كله شاف الجوائز وموضوع الفلوس والحاجات دي، وان البطل كله يوصل ل اتجنن. 150 مليون دولار طبعا والكلام يعني ده ريال بقى. مدريد مثلا هو تقريبا اعلى فريق لو وصل للنهائي اه وخد البطوله، هو اعلى فريق هياخد جايزه. يعني مثلا اوكي. نفترض ان اتلتيكو مدريد وصل النهائي وخد البطوله، اجمالي اللي هياخده مش زي ريال مدريد لو وصل النهائي وخد البطوله، لان في نسبه في اه الاول بتتوزع حسب الحقوق التجاريه والتسويقيه ايوه. والحاجات دي. اوكي. فكل كاتيجوري يعني اوروبا نفسها متقسمه، بعد كده امريكا الجنوبيه، بعد كده اسيا وافريقيا وامريكا الشماليه، ثم اوكلاند سيتي يعني. اه فالنهارده يعني الكل بيركز على البطوله دي من الجانب التسويقي بتاعها، الجانب المالي. فاكيد لما بتتكلم عن النادي الاهلي، واحنا طبعا كبار افريقيا، طب لكن في النهايه القاره افريقيا نفسها كتصنيف هي الثالث او الرابع في الكوره. صح. يعني دايما انت هتلاقيك مع اسيا وامريكا الشماليه ايه، هو يعني دايما المنافسه بين الثلاث قارات دول يعني. صح. مم. فالنهارده طبعا لفكره ان النادي الاهلي بيلعب بطوله زي دي، النهارده انت بتستفيد ماديا كتير. يعني تخيل انت بس مجرد المشاركه، بعيدا كمان عن قصه الضرايب والحاجات دي بتاعت امريكا، قصه المشاركه لوحدها انت بتتكلم في قرب ال 10 مليون دولار. هتروح تلعب 3 ماتشات تاخد 10 مليون دولار، بالاضافه لان انت الماتش اللي هتكسبه ممكن تاخد 2 مليون دولار، الماتش اللي هتتعادله ممكن تاخد مليون دولار. دي حاجات ثابته. الارقام دي ثابته. يعني الاهلي لو كسب ماتش من الثلاثه هياخد 2، تعادل ماتش ياخد مليون. يتعادل الماتش ياخد مليون. فدي فلوس اهي، كسبت وتأهلت مع ال 10 12 مليون دولار، هتزود المكافأة بتاعت دور ال 16. فاهم أوكي. الفكره؟ وهكذا. حلو. فدي بالنسبه للنادي الاهلي ده تارجت مهم، ان انت النهارده ممكن ميزانيه النادي الاهلي اصلا تبقى في السنه كلها ال 20 30 مليون دولار دول مثلا. ايوه. فانت النهارده هتيجي في بطوله زي دي، ممكن الميزانيه بتاعتك انت حققت جزء كبير منها، او جبت مصادر دخل دولاري كبير منها من مجرد بس المشاركه. أيوة. طيب النادي الاهلي كمان عمل ايه؟ راح دور ازاي من خلال شركه الكوره ان هو يستفيد من الرحله دي. النهارده مثلا الكام يوم اللي قبل المعسكر الرسمي بتاع الفيفا، انت النهارده قدرت تسوقه من خلال الشركه المتحده. عملت ماتش ودي، رحت امريكا بدري شويه عشان تتعود على الاجواء. لعبتك كمان استفادت ان هي بتعمل حوارات تلفزيونيه بتكسب من وراها فلوس، والنادي كان بيكسب من وراها فلوس. فالنهارده ده مكاسب
مظبوط. التيشيرت نفسه بتاع النادي الاهلي النسخه الجديده اللي طالعه مخصوص لكاس العالم للانديه، شوف انت ازاي بتسوقها. الرعاة اللي ابتدوا يجوا للاهلي على حس ان انت رايح البطوله دي. فطبعا كل دي مكاسب مهمه جدا، وانا من وجهه نظري هي اهم من المكاسب الفنيه للنادي الاهلي في الوقت الحالي كنادي ممثل أوكي. لقاره افريقيا. يعني الوضع الراهن انتشار للنادي الاهلي اكتر. يعني انت النهارده صح. اي حد بيتكلم عن مشاركه النادي الاهلي رئيس الفيفا امبارح انفانتينو بيتكلم صح. اسمه ايه لعيبه انتر ميامي، هم بيتكلموا عن اي حد بيتكلم بيقول لك ايه النادي الاكبر في افريقيا المتمرس على المشاركه العالميه. فالناس لما هتيجي تدور على الهيستوري بتاعك كمان هتلاقي ان انت اصلا موجود في فكره بطولات كاس العالم للانديه بقوه صح. فده كل ده لاسم النادي الاهلي والقيمه النادي الاهلي بتزود، وبالتالي انت بتيجي في السنين اللي جايه تشوف ازاي النهارده يبقى عندك مصادر دخل اكبر، لان زي ما احنا شايفين الكوره بقت صناعه متوحشه جدا طبعا. كل بص برشلونه دلوقتي وريال مدريد اتفرج على طريقه تفاوضاتهم عشان يجيبوا لعيبه. برشلونه النهارده بيفكر ازاي يخرج لعيبه عشان يوفر مرتبات عشان يقدر يجيب لعيبه تانية عشان صح. القصه بتاعت قواعد اللعب المالي النظيف اللي عندهم 1 تو 1 دي ومش عارف القصه دي كلها وعندهم مشاكل تانية في اوروبا صح. ريال مدريد نفس النظام. فالنهارده ريال مدريد مثلا لما راح للبطوله دي وكان بيحارب على الجوائز الماليه وعشان عارف ان هو النهارده كل ما هيكسب له ماتش في البطوله دي السقف المالي بتاعه هيبتدي يريح معاه بقى القصه بتاعته الموازنه الناس بتاعته اللي بتتكلم مثلا يعني بما ان الكلام جايب بعضه طريقه التفاوض. النادي الاهلي مثلا بيروح يتفاوض مع لعيب، طب الاقساط، طب هتدفع، طب الفلوس. النهارده ريال مدريد بيتفاوض مع انديه على الشرط الجزائي بتاع اللعيبه بتاعتها ان هو ازاي يقسط الشرط الجزائي. نتكلم في ريال مدريد ده كاتيجوري ريال مدريد لما يروح يجيب لعيب. النهارده بيفاوضوا لعيب في بنفيكا، بيفاوضوا لعيب في ريفر بليت. اللعيبه دي كلها وهو بيفاوضها عندها شروط جزائيه بتتكلم في ايه 45 مليون يورو 50 مليون يورو اللي هو ولا حاجه لريال يعني مدريد. مش رايح يجيب صفقه ب 100 و200 مليون يورو بتتكلم في 50 مليون يورو هو بيشوف ازاي انا بال 50 مليون يورو دول طب انا ممكن اقسطهم على قسطين 3. طب ما انا ممكن اروح اتفاوض لو اللعيب ده عقده مثلا باقي في سنه بدل ما ادفع الشرط. طب ما يا جماعه ما نتفاوض على الفلوس دي على فاهم الفكره. أيوة برشلونه النهارده لما بتيجي يعني الموضوع عالمي انت عايز توصل للموضوع مش بس على النادي الاهلي او على كده على كل انديه العالم. كل انديه العالم دلوقتي بتفكر ازاي في موضوع الفلوس ده وهي بتجيب صفقات ازاي توفر المبالغ اللي هي ايه بحيث ان الخسائر تبقى قريبه مش زي زمان انت بتروح تدفع بعد كده تشوف هتبيع لان خلاص كله بقى متراقب وكله بقى متحاسب. مع كمان اللي حصل في الكوره التوقفات اللي حصلت قبل كده عشان كورونا ومش عارف ايه كل ده كل ده هو ازاي بيدور ان انا مع المشاركات الكتيره دي ازاي افضل استفيد ماديا. فالنهارده ده جزء كبير منها ان النادي الاهلي البطوله دي وخصوصا اول نسخه اللي احنا بنتكلم عليها دي ان يقدر يطلع باكبر مكاسب ماليه تسويقيه انتشار كل ده يطلع منه النسخه دي. يجي الجزء الثاني بقى اللي هي الجزء الفني ان انت ازاي تظهر بشكل كويس. بالمناسبه برضو كاس العالم للانديه كان في مشكله حصلت كده السنه دي ما بين انشيلوتي تقريبا وبيريز. لما انشيلوتي طلع قال كاس العالم للانديه ايه ده ما ينفعش مش عارف ايه وبيريز طلع تاني يوم قال له لا احنا رايحين طبعا احنا مين خلي بالك الكلام برضو كان هناك ان ممكن التصريحات دي تكون بالاتفاق لان وقتها كان لسه مفيش يسوقوا له البطوله. لا مش تسويق للبطوله كان وقتها لسه في كلام الجوائز هتوزع ازاي نسب الفلوس هتوزع ازاي. ايوه فريال مدريد كان عايز يحقق اكبر استفاده مش عايز يعني ريال مدريد مش عايز يتعامل زي كل بقيه الانديه ومن وجهه نظرهم حقهم صح. فالنهارده هو لما في الوقت ده كان حتى كل الكلام من خلال المصادر ومن خلال حتى ممكن مسؤولين في النادي الاهلي اللي هم حضروا اجتماعات وورش وكلام زي ده كان الفيفا الاتجاه بتاعه ان فلوس اللي هي المشاركه بنتكلم على مش التدرج اللي هي نسب المشاركه مكافاه المشاركه مظبوط مكافاه المشاركه تبقى واحد للكل. ده كانت في الاول كده زي مثلا كاس العالم للمنتخبات صح. في قطر مثلا بتاخد كل المنتخبات بتاخد 9 مليون دولار مظبوط. هم هيلعبوا اول 3 ماتشات بعد كده كل واحد حسب ما بيكمل وصل لفين. لكن هو هنا قال لك احنا انديه الوضع مختلف. طب انا كريال مدريد ما تسواش حتى بنفس الانديه اللي معايا في اوروبا صح. مش بيتكلم عن قارات تانية. طب باريس فحتى التصريحات دي تم تفسيرها ان ريال مدريد بيحاول بس يرمي كده ايه طعم للفيفا لا خلصونا من موضوع المكافآت بدليل ان بعديها بايام
طلعوا بقى يتم الكشف عن موضوع المكافآت وطريقه توزيعها، واوروبا حصتها كذا، ومن حصه اوروبا دي الانديه اللي هم المستوى الاول اللي تاهلوا كابطال او في تصنيف اول دول وضعهم كذا، طب الانديه التصنيف الثاني وضعهم كذا، وايه الى ما اخر قصه المكافآت دي. فالنهارده لا، كل الناس خلي بالك انت بتلعب خلاص كل سنه بقى في الصيف عندك بطوله، مش زي زمان تستنى كاس العالم كل 4 سنين او اليورو وخلاص. صح. لكن دلوقتي لا، انت خلاص بقى كل سنه شهر 6 ده هتلاقي فيه زحمه، شهر 12 هتلاقي فيه زحمه، فكله بقى طالما كله هيلعب وكله فيه بطولات، طب يلا نستفيد. فحتى هي فكره ال 48 نادي دي هي جايه من كده. النهارده كله بيتكلم برشلونه ليه ما بيلعبش، ليفربول ليه ما بيلعبش، ميلان فين، مانشستر يونايتد فين، ارسنال فين. طب ما كل دول بسبب لوائح البطوله ما شاركوش. طب النهارده انت لو عايز تخليهم يشاركوا لازم هتزود بالظبط، يا اما هتضحي فكره ان انت بتعمل زي ما بنقول كده العداله. طب ما كانش ينفع يعمل كارت ذهبي؟ كان واحد صاحبي بيقول لي يعني ليه ما عملتش كارت ذهبي يزود فرق من اللي هي ملهاش، يعني زي برشلونه زي ليفربول، الناس اللي هي ليها شعبيه. هتيجي على حساب ايه؟ ما هو النهارده حط البنود بتاعته او اللوائح، هو 12 مكان لاوروبا. طيب زي كاس العالم 12 منتخب بقول لك هو 12 نادي اوروبي. أيوه. طيب هو بيحسبها ازاي؟ ما هو مش فاتحها، مش هو قال لك صح. اخر من 4 سنين قبل البطوله ان هي ملهاش تصفيات، انت مش تعمل تصفيات التاهل لكاس العالم. صح. طب ال4 سنين دول يعني معناه 4 ابطال للقاره. مظبوط. طب في 8 فرق هيتاهلوا ازاي من اوروبا تصنيف. فهو جه في حته التصنيف عشان هو مش عايز يجي لحته ايه، يلاقي مثلا من ال12 في 5 من انجلترا ولا 6 من انجلترا 3 من اسبانيا، فخلاص تبقى الموضوع اوروبا في بلدين. اوكي. فعمل الحته بتاعت ان لو من خلال التصنيف يبقى هم فريقين بس من كل دوله اللي موجودين، فعش اكتر من كده. فجينا النهارده اتلتيكو مدريد مثلا سابق برشلونه ب5-6 نقط، 5-6 نقط، فخد اتلتيكو طلع. النهارده انترناسيونال ويوفنتوس اعلى، فخلاص ميلان بره ونابولي بره. طب ارسنال ليفربول مانشستر يونايتد كده سيتي وتشيلسي هم ابطال خدوا الشامبيونز في الوقت ده. فالنهارده ما بقاش فيه لا ارسنال ولا مانشستر يونايتد ولا ليفربول. جيت في المانيا بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند صعدوا في التصنيف، عندك بنفيكا وبورتو. فجينا بعد كل الليله دي فريق زي سالزبورج هو اللي استفاد من كل الفيلم عشان وصل مش عارف 2 ورا بعض بين دور 8 باين ولا حاجه كده. جمع في ال4 سنين دي جمع النقاط التراكميه بتاعته من المشاركات. جمع، وهو اصلا المركز ال17 تقريبا في التصنيف. ايوه هو بعيد صح، بس كل اللي فوقيه فرق مكرره، فاستفاد من من اللائحه دي او القاعده دي. فهو النهارده طيب هو عشان يعمل كارت ذهبي ما فيش اماكن. فهمت. فالنهارده انا هعمل ايه؟ احسن حل ليه بقى؟ عشان يا اما هيجي بعد كده يقول لك طب هاخد فرقه من افريقيا، فرقه من امريكا، يخلي بدل 4 من ودي ما اعتقدش هيعملها. فهو بالنسبه له اسهل حل ايه؟ اللي جربه في كل البطولات، يعني زود المقام. الكره النسائيه هتتلعب 48 منتخب صح، المنتخبات الرجال 48 بطولات اسيا واوروبا وافريقيا زادت بدل 16 بقت 24. فخلاص فهو الاسهل بالنسبه له ايه؟ يا باشا زود، والموضوع كله لو على كام يوم مش ازمه. صح. الاهلي ده بالنسبه لكاس العالم للانديه كبطوله. بس عايز اسالك على حاجه في الاول، انت متوقع نجاح البطوله دي انت كايمن بقى؟ اتوقع طبعا نجاحها، يعني ايه اللي البطوله عامه هتنجح يعني هتنجح بالشكل المقبول. وخلي بالك يعني واحنا بنتكلم برضو كويس انت قلت سؤال زي ده، هو مقياس نجاح البطوله دايما بيبقى ايه؟ استمراريتها عموما، استمراريه البطوله نفسها. وحاجه تانية طبعا الحضور الجماهيري ومتابعتها. طيب هي ايه مشكله الحضور الجماهيري في البطوله دي؟ مشكله يعني حتى ماتش الافتتاح ده فيه مشكله بالظبط كده. هي مشكله الحضور الجماهيري كلها لان التذاكر اغلى من المتوقع، واغلى من المتوقع بكتير، اغلى حتى على اللي عايشين هناك في امريكا. بالظبط كده. هي يعني انا بقول يعني الناس اللي بتتفرج على ميسي في امريكا ما بيشوفوه مع انتر ميامي باسعار تذاكر اقل من كاس العالم للانديه. طيب هو الاسعار مبالغ فيها. فهو ابتدى دلوقتي طب يبتدي يعمل اوفرز، التذاكر نزلت النص. صح. راحوا جامعه في ميامي باين ولا مش عارف فين، قال لك $20 تذكره للطلبه، وممكن تاخد 2-3 لحد 4 تذاكر فري اللي هيشتري. فهو بيحل هي المشكله كلها في ماتش الافتتاح. لكن لو ماتش الافتتاح متباع انت مش هتركز على بقيه الماتشات فاضيه ولا لا. هي مشكلتك ان انت تدي امبريشن على ماتش الافتتاح، وده طبيعي لان انت اي ماتش افتتاح مش حاجه كويسه انه يبقى فاضي. صح. لكن بقيه ماتشات البطوله، هل مثلا ندي مثال
طبعا مع كامل احترامنا لكل الانديه ما فيهاش تقليل. لا طبعا ما فيش. النهارده مثلا وهدي اول مثال بالنادي الاهلي. الاهلي بيلعب بورتو، حلو تمام كده، نفترض الاستاد ساعته 40-50 الف. مين 40-50 الف في امريكا هيروحوا يملوا ماتش الاهلي وبورتو؟ لا طبعا مش هتلاقي. فاهم؟ ده انت لو لقيت 5-6 آلاف ده انت كده عامل ملحمه يعني. العين هيلاعب الوداد مش هيلاقي اصلا حد، مش هيلاقي. فرق كوريا الجنوبيه ولا فرق من اليابان والكلام ده صح. مين يعني؟ فاهم؟ هي الفكره. انا ده قصدي بقى. هي الفريق الوحيد اللي تذاكره اتباعت ريال مدريد 3 ماتشات خلص كومبليت صح. وفرق امريكا الجنوبيه تقريبا عشان في بوكا جونيورز مثلا في ماتشين اللي هو مع ماتش مع بايرن ميونخ وماتش كمان متباع خلاص بتخلص. في ماتش لفلامينجو متباع تقريبا، فلامينجو وتشيلسي متباع. يعني في الانديه اللي ممكن سهوله التنقل لامريكا او ليهم شعبيه في امريكا، الناس هتروح تتفرج عليه. فمع الوقت هتلاقي ان البطوله جماهيريا بتسخن. انا بتشوف النهارده كاس العالم لو مثلا سويسرا بتلعب الكاميرون، هل كنت بتشوف مثلا ان الاستاد لو البطوله بره اوروبا، لو كانش في اوروبا، لو بره اوروبا هل بتلاقي الاستاد فول؟ مش بتلاقي فول، لان مين 40,000 واحد بره قاره اوروبا صح. مثلا هيروح يتفرج على سويسرا والكاميرون. زي كاس العالم اللي كان في جنوب افريقيا او كاس العالم اللي كان موجود في البرازيل، كان الموضوع كان كوريا واليابان زمان ما كان احنا هنا كاس افريقيا ماتشات مصر اللي والمنتخبات العربيه اللي التذاكر برضو ناس بتشتري وناس بتوزع الشركات الراعيه عشان الفرق العربيه مزبوط. لكن لما بتيجي تلاقي ماتشات عاديه في المجموعه من فرق بسيطه هتلاقي الاستاد فاضي. مظبوط صح. نهائي كان الجزائر والسنغال الاستاد كان مليان بس مش مليان يعني ناس رايحه تتفرج مش مشجعين يعني شركات الراعي موزعه تذاكر الجزائريين موجودين مجموعه من جماهير السنغال، لكن في الاخر 70,000 بتوع استاد القاهره مش مقفولين رغم ان احنا بلد بتحب الكوره. فاهم الفكره؟ فهي صح. انا شايف ان الموضوع طبيعي يتم مناقشته عشان الافتتاح صح. ان انتر ميامي صح. بيلعب في ملعبه استاد 60,000 متباع منه تقريبا 25-30,000 ده طبعا مش كويس يعني نص الملعب فاضي بالظبط. لكن اجمالا شايف الموضوع اوفر شويه بس في طريقه النقاش خصوصا ان يعني الكلام اصل البطوله وتتلغي انا مالناش فيه. الفيفا باع الحقوق وعنده باع الحقوق وخلاص وابتدى هيوزع الفلوس. صندوق الاستثمارات السعودي موجود شركه دازن اشترت الحقوق بتاعت البث والقنوات اشترت يعني اقصد يعني في شركات موجوده الناس ايوه صح بالظبط. في الاخر انا وجهه نظري النجاح والفشل يقاس ايه لو البطوله دي لقيتها النسخه الجايه ما اتلعبتش او زي صح. اول نسخه خالص اتلعبت في اوائل الالفينات لما اتلعبت بطوله وجت اتلغت نادي الزمالك مثلا اتلغت فليه؟ لان الشركه ما قدرتش مظبوط صح. فغيروا الفورمات بعديها بكام سنه عشان تستمر واستمرت. فانا صح. شايف ان كان الشكل ده ناجح بدليل انه استمر. بتتكلم من 2005 لحد 2023 صح. فده نجاح صح. مظبوط. الانتر كونتيننتال عملوا لها شكل النهارده البطوله العربيه النهارده ان الفيفا يعملها تاني ده معناه بالنسبه لهم ان هي عملت نجاح صح. حتى لو بتيجي من غير محترفين. فهو مقياس نجاح او فشل البطوله دي بشكل عام هو هيبان هل النسخه اللي جايه هتتلعب النسخه الاستمراريه بتاعتها. أيوة واعتقد الفيفا صعب جدا يلغي حاجه زي دي صح. دي حقيقه. النادي الاهلي احنا خلصنا كده كاس العالم خلاص. النادي الاهلي بقى هل انت شايف ان مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب قدر ان هو يجهز الفرقه عشان نطلع بشكل كويس؟ يعني عملنا التدعيمات الصح النجوم الصح الصفقات الصح ان احنا نروح كاس العالم عشان في الاخر انا كاداره انا عملت اللي عليا هو يا جماعه وارضيت الجمهور وعملت اللي عليا من وجهه نظري الفنيه وطالعين نلعب كاس العالم اهو بصفقات الناس كانت يعني برضو كانت بتقول عليها يعني كجمهور حتى كسوشيال ميديا ككده الناس بتتكلم والله ده لو لعيب زي ده موجود واحد زي تريزيجيه مثلا دي صفقه عالميه مثلا دي صفقه يعني توب يعني. فانت شايف ان احنا عملنا اللي علينا كمجلس انا بتكلم علينا اهو كلنا كاهلاويه يعني عملنا اللي علينا ان احنا نروح كاس العالم نظهر بمظهر كويس يعني وجهه نظري طبعا اوكي مثلا نادي الهلال طبعا حجم الدعم الكبير اللي موجود والميزانيه الضخمه مثلا ما قدرش يوفر بعض الصفقات. فالنهارده رئيس النادي طلع قال للجمهور معلش اللعيبه اللي هي المجموعه اللي عندهم بتتكلم في متروفيتش وزافيتش وليله كبيره وسالم الليله دي كلها بالنسبه للجمهور كان عايز عليها تدعيمات واللعيبه رفضت اوزمن مثلا ما جاش هرنانديز ما جاش برونو ما جاش
نقوله صلاح كانتي نفسه صح ما جاش لو حسب صح. التقارير. يعني صلاح ما قالش النادي الهلال، وقال كان في عرض سعودي، عرض بس سعودي. كلنا عارفين ان العرض السعودي ده هو كان الهلال. يعني. اوكي. فالنهارده بتتكلم بص حجم اللعيبه دي هو ما جاش، بالمجموعه اللي عندهم هو الرئيس النادي بيطالبهم بدعم هذه المجموعه عشان كاس العالم انا شايف ان السكواد ده يعني. فانا النهارده لا، النادي الاهلي عمل تدعيمات قويه جدا. يعني تريزيجيه زي ما انت قلت كده ابن النادي ولعيب كبير جدا. واحد من كباتن الفرقه. مظبوط. حمدي فتحي ان انت تجيبه يشارك معاك في الفتره دي اكيد طبعا مكسب مهم. استعدت اليو ديانج برضو مكسب مهم، ايا كان بعد كده اليو ديانج مكمل ولا لا دي قصه تانية. بس ان هو رجع من اعارته ده هيبقى قوه بالنسبه لك. بتتكلم على الصعيد التعاقد مع المحترفين مثلا محمد علي بن رمضان، صفقه جمهور الاهلي انتظرها لفتره طويله. هو كواليتي مميز جدا ولعيب مختلف معاك في وسط الملعب. احمد سيد زيزو طبعا واحد من اهم اللعيبه في مصر اخر 3 سنين او اخر 4 سنين. مستوى بسم الله ما شاء الله ثابت. فالنهارده ان انت بتجيبه فري ترانسفير ده حاجه كويسه جدا. قبل كده انت جبت اشرف بن شرقي. فالنهارده بتعمل عقد اللي هو حق شراء مصطفى العش عشان تدعم هذا المركز بعد رحيل رامي ربيعه. وجبت كمان احمد رمضان بيكم برضو لهذا المركز في وقت قصير. يمكن حتى شكري لو يعني ما لحقش معاك شكري ما لحقش كاس العالم، بس اللي عارفه انه خلاص انه جاي بعد كاس العالم. فالنهارده اعتقد ان دي بالتاكيد تدعيمات جيده مع المجموعه اللي عندك. ان انت النهارده وسام ابو علي في اخر فتره من الموسم بيستعيد بريقه مره تانية. كان ميت خالص. طبعا بعد الاصابه طبعا الموضوع كان صعب جدا. دي حقيقه. فده مكسب مهم. امام عاشور انه يواصل توهجه معاك ده حاجه اكيد هتبقى كويسه. ستيل بقى بقيه اللعيبه طاهر ان هو النهارده يبقى عنده هدف جديد ان هو يظهر بشكل كويس وفي تنافس في المركز بتاعه. حسين الشحات لازم يبقى عارف ان عنده تنافس في المركز بتاعه وممكن يؤدي بشكل افضل لو هو مثلا كان تراجع شويه. فده اكيد مكسب. الصفقات دي مع اللعيبه اللي عندك ده كل ده مكسب. عندك محمد هاني، عندك طبعا هي المعضله اللي بالنسبه للنادي الاهلي كلها في الباك الشمال صح. مع يحيى عطية الله لسه مش عارفين مصيره ايه بعد الإصابة. اللي ما لعبش هو وخالد عبد كريم الدبيس وكوكا دايما هيبقى فيه مفاضله ما بينهم. لكن بشكل عام انا شايف ان سكواد النادي الاهلي سكواد جيد. بلاش نصدر ضغط ان احنا مش رايحين نعمل يعني نتائج مبهرة، مش رايحين نتأهل لدور الثمانية والسيمي فاينل، لكن احنا رايحين نظهر بشكل كويس. من خلال الشكل الكويس ده من غير الضغوط تقدر ان انت تعدي المرحلة الاولى بتاعت ان انت المجموعات وتبقى موجود في دور 16. فمجلس الإدارة من وجهة نظري عمل اللي عليه في حدود المتاح في حدود الاسماء اللي تعاقدوا معاها. فاعتقد ده دي افضل الخيارات المتاحه اللي انت قدرت تتعاقد معاها. انا اعتقد هم 2 ميركاتو ما شفناهمش من فتره. يعني ميركاتو الشتوي والصيفي دول اللي هم بتوع السنه دي دول اعتقد كانوا يعني مؤثرين في النادي الاهلي بصراحه. يعني بالاسامي اللي جت بتفاصيل الصفقات دي طبعا. يعني تفاصيل كتير بقى. يعني من اول بن شرقي وتريزيجيه اللي كان مفاجاه. انا ما كنتش عارف بصراحه ان تريزيجيه. انا كنت فاكر بن شرقي لما تم الاعلان عن ده. كنت فاكر بن شرقي بس تريزيجيه كان الاول بعد كده بن شرقي. وطبعا زيزو ومحمد بن رمضان. فانا شايف ان الاداره يعني عملت يعني كونت سكواد كويس ان انا اطلع يبقى عندي خيارات يعني في كاس العالم للانديه ان انا اطلع بشكل كويس. دي السكواد. ريبيرو هل انت كنت مع انه يمسك بدري شويه في اخر ماتشات الدوري عشان ما نقعش في الحته اللي احنا فيها دلوقتي دي اللي هي بعد اول ماتش باتشوكا دي؟ يا اصل الراجل طبعا انت عارف الجمهور دايما هيبقى منقسم. يعني من اول ماتش احنا حكمنا الراجل يا جدعان لا يفقه شيء وشكرا ومع السلامه. وانه لعب ب 11 و11 يعني فطبيعي ان هو عمره ما يعني عمرك ما هتفهم هو كان عايز يوصل لايه. بس انا شايف ان هو يعني انت ما كنتش مع القرار ان هو يكمل. لا طبعا كان لازم كابتن عماد هو اللي يكمل. كابتن عماد يعني والجهاز اللي كان موجود وقتها هو ده اللي يكمل الفتره بتاعه الدوري. حلو. لان
الطبيعي اصلا ان انت هتجيب مدرب بتجيبه من اول السيزون صح. يعني هو خلاص هو 6 ماتشات هو لو مسك ماتش البنك الاهلي ولا ماتش فاركو ايه اللي صح. هيتغير يعني ايه اللي لا، هيتغير مفيش بالنسبه حاجة. له هو لا، الاحسن مفيش انه حاجة. يتفرج صح. يشوف الوضع يشوف الدنيا أوكي. لكن هو يدخل على اللعيبه ويحاول يعمل الموضوع يبقى صعب سواء صح. كسب او خسر يعني مش هتقيم زي دلوقتي انت حتى هو المدرب نفسه ريبيرو وقت كاس العالم للانديه انت تقدرش تقيمه نفترض الدنيا مشيت معاك انا بقول لك حاجه كده من الخيال تخيل عارف تخيل دور الثمانية ولا زمان بقول لك تخيل انت رحت نهائي هتقيمه مش منطقي بس خرجت من دور المجموعات برضو مش منطقي هتقيمه مش منطقي تقييم ريبيرو او تقييم اي مدرب او مدير فني للنادي الاهلي هو من خلال مرحله معينه في مباريات الدوري وافريقيا تبتدي تدي انطباع مظبوط عن المدرب ومدى قوته مدى سيطرته على اللعيبه مدى افكاره تدخلاته لان زي ما بنقول في النادي الاهلي هو انا مش ضد مقوله ان والله اي حد يجي يمسك الاهلي كده هيكسب فيش في الكوره ما فيش الكلام ده صح هو شفنا نماذج يعني عدت على الاهلي وعلى انديه كتير ما احنا حتى في البلاي ستيشن ممكن انت تبقى معاك فرقه نجوم العالم بس انت مش عارف تمسك الدراع فاهم وصاحبك اللي جنبك هو اللي يكسبك صح لكن انت في النادي الاهلي بتوفر للمدرب سبل النجاح مزبوط. البيئه بتاعت النادي الاهلي تساعد اي مدرب صح. ان هو يكبر صح يعني لو اشتغل معاك كويس هو هيكبر ودي حصلت صح. على مدار التاريخ مع مدربين كتير. طب عارف يعني بدون قطع كلامك ليا واحد صاحبي زملكاوي لسه كان بيكلمني من يومين على لقاء امام عاشور مع سيف زاهر بيقول لي انا هو طبعا اكيد مش بيطيقه يعني الراجل ده ساب الزمالك وجه الاهلي وكل حاجه بس كان بيقول لي انا حقيقي اتبسطت من نضجه وعقليه امام عاشور فقلت له عشان في مدرسه يا ابني ما احنا مش احنا مش يا عم ما تخليش تعمل لنا مشاكل عايزين داخلين على كاس عالم انديه لا انا فاهم والله بس انا بتكلم بجد ان فعلا البيئه بتاعت النادي الاهلي تنجح طبعا اي حد هيدخل جوه النادي الاهلي ويبقى حاطط هدف في دماغه ان هو يشتغل كويس ويركز في الملعب سواء مدرب لعيب اداري مسؤول صح. هتنجح ليه لان انت في نادي يمتلك المقاومات دي يمتلك صح. الامكانيات يمتلك التاريخ صح. يمتلك الجمهور مظبوط طيب فالنهارده ايه اللي يمنع ان انت تنجح اي حد يعني اي حد معاك ينجح ان انت صح. تشتغل كويس فبالتالي تنجح صح فاهم الفكره مظبوط. انا دايما بدي مثال وبدي دايما بمصطفى شوبير هو مصطفى شوبير نفترض جدلا ان مصطفى شوبير يوم ما دخل الاختبارات مثلا ودخل خد ادفانتج مثلا يعني انه عشان ابن كابتن احمد شوبير مظبوط نفترض حلو ماشي طيب في الكوره هتخش مثلا اول خطوه تمام مصطفى شوبير لو مصطفى شوبير مش كويس ما هتمشي هل هينفع يبقى الحارس الاول او الثاني او موجود في النادي الاهلي في ليفل عالي لا طبعا لا فهي دي نفس الفكره اي حد يخش النادي الاهلي صح هو عنده فرصه ان هو ينجح لان انت لو ما نجحتش او لو انت اخفاق مش هتعرف تستخبى هتتكشف وبالتالي الناس هتقول لك دي حقيقة مع السلامه فالنهارده المدرب بتبتدي تبني القناعات بتاعتك او بتبتدي تقول والله المدرب ده كويس المدرب ده ينفعنا ما ينفعناش من خلال عدد مباريات متتالي في الدوري صح. لو معاها افريقيا تبتدي تشوف هو لو حصل مشكله بيتدخل ازاي طب بيتعامل ازاي مع ضغط الماتشات بيتعامل ازاي مع ضغط الجمهور صح. هيستحمل سفريات افريقيا دي ولا لا كان بشكل عام صح. طبعا ريبيرو عارف الكلام ده صح. هو اشتغل في افريقيا في اورلاندو بالظبط فمن هنا تقدر تبني لكن لو خدت كاس العالم للانديه عموما مقياس للمدرب سواء بالايجابيه ايجابي قوي او سلبي قوي هي تبقى مشكله لكن صح. طبعا شكل الفريق ودي برضو في الكوره حاجه طبيعيه شكل الفريق لو الفريق لا قدر الله ظهر بشكل وحش قوي طب ما انت طبيعي هتنتقد المدرب واللعيبه ما فيش التماس للعذر وبتكلم بشكل وحش قوي ده اللي هو ليفل باتشوكا عفوا ليفل باتشوكا او مونتيري مثلا انت تنتقد اللعيبه يعني باتشوكا 4-2 ده ما كان جوزيه واللعيبه جيل ذهبي انتقدتهم في المباراه مونتيري انت كنت رايح بطل افريقيا كابتن محمد يوسف بس انت انتقدت الوقت الماتش او الوقت ده فاهم لكن فانت في كاس العالم للانديه
لو ظهرت بهذا الشكل المؤسف انت هنا هيبقى عندك مشكله، لان يبقى عليك ضغوطات كبيره، هيبقى في ضغط، الناس مش تبقى مبسوطه. لكن لو المباريات لعبت والله قدرت تكسب، تعادلت، خسرت، حتى لو لا قدر خسرت بصعوبه، ما كانش في يعني ما انت خسرت مثلا من فلامينجو، لكن الناس دايما هتفتكر انت ماتش فلامينجو عملت اداء كويس لحد وقت ما انت كان ممكن ضربة الجزاء اللي ضاعت وبتاع، انت كان ممكن تكسب فلامينجو. صح. نفس الامر لما لعبنا بالميراس الماتش بتاع ضربة الجزاء في الفريق غير في مين تاني لعبناهم فرق من البرازيل في 2012 2012 لعبنا كورنثيانز ايوه صح. برضو انت خسرت بس ما طلعتش بشكل وحش. خسرنا 1-0 انترناسيونالي في 2006 2-1 بس صح. كان الشكل انت مبسوط يعني، مش اول مبسوط من الخساره، بس انت كنت حاسس ان فريقك بينافس ماتش كويس وممكن ان هو يكسب. ماتش بالميراس نفسه اللي خسرناه في الامارات 2-0 كنا عاملين ماتش كويس الى حد ما بالظبط كده، وما كانش معانا لعيب، كانوا تقريبا ساعه اعتقد ايمن اشرف اتطرد صح. فانت النهارده المكسب والخساره مع الجمهور هو هيفرق انت خسرت ازاي صح. يعني لو لا قدر خسرت ازاي صح. فلو انت عملت ماتشات الى حد ما كويسه صح. مع حظك بقى صعدت او خرجت ايا كان، فانت بتاخد الباكج دي بتقيمها، بس مش تقييم كامل، لانك لازم هتستنى صح. فتره اعداد، لازم هتستنى ماتشات الدوري، هتستنى ماتشات افريقيا، وفي النادي الاهلي كمان في الفتره دي انت تقييمات سريعه، يعني الجمهور انطباعاته سريعه فانت برضو لا هتشوف الدنيا ماشيه ازاي. عشان كده انا مثلا من وجهه نظري دايما ان خلاص العصر بتاع ان يجي مدرب في النادي الاهلي او في مصر تعمل له عقد 3-4 سنين يعني صعب، فانت بتعمل له سنه بسنه او سنتين منهم سنه قبل التجديد بحيث تشوف، لان ما حتى التجارب الاخيره بتلاقي ان المدرب يجي في السنه الثالثه في حاجه بتحصل غريبه يعني فاهم الدنيا بتضرب صح. دي حقيقه صح. ايا كان بقى بتضرب ليه، بس في حاجه غلط. فالنهارده انت عشان ما تبقاش في دايما في مشكله، طب الاقاله، طب الشرط الجزائي، طب كل الافلام دي، فهي تمشي سنة بسنة أو سنتين في سنة وهكذا، بحيث أنت تبقى قادر أن أنت تقيم المشروع بتاعك بالشكل الأمثل. مشكلة المدرب ده هيواجه ضغوطات من الجمهور، لأن السكواد هيقول لك أنت معاك سكواد اللي هو زي ما أنت بتقول أي حد لو جه مسك، لو أنا وأنت رحنا مسكنا الفرقة نكسب. هي دي بقى دي المشكلة بقى. ما انا بقول لك انا مش أنا هي مش بقى دي هتبقى المشكلة. ما انا بقول لك لا دي مشكلة الجمهور، انا بتكلم على الجمهور حتى لو الجمهور، ما قصدي يعني زي ما تقول انا وانت لو رحنا مسكت مش شرط نكسب بالسكواد. لا مش شرط، لا عادي. لا هو ممكن عادي ما نكسبش عادي على فكره، ممكن نخسر عادي، ممكن نحط تشكيل صح. لما حطينا التشكيل وبعدين عمل تشكيل نازل الملعب، عملوا قاعدين بقى مستنيين، لا ما بنلعبش بلاي ستيشن. فهي الفكره كلها اداره المجموعه صح. هل المدرب هيقدر يدير المجموعه دي؟ النجوم دي اللي قاعد على الدكه يبقى قاعد على الدكه وهو راضي، وما بتكلمش يبقى راضي بالدكه، لان طبيعي جدا اي حد قاعد بديل عايز يلعب وده بالعكس، ده انا شايفه ان ده شعور ايجابي صح. لكن بتكلم على من جواه، هو هيغل عشان ياخد اساسي ولا هيغل ان هو بيعمل مشكله صح مظبوط، ولا فاهم الفكره؟ ايوه. فهي اداره المجموعه ان اللي بيلعب واللي ما بيلعبش يبقى كله راضي، وكل واحد عارف ان هو وقت ما هيلعب بيدي احسن ما فيه عشان عارف ان هو اللي هيكمل مثلا. فهي دي اداره المجموعه في النادي الاهلي، دي اساس نجاح اي مدرب. قدرت تدير المجموعه هتاخد منهم احسن شغل، احسن صح. انتاج، وبالتالي الامور تبقى ماشي كويس. ريبيرو دلوقتي بعد ماتش باتشوكا، لو قعدت كده انت اكيد قعدت مع اصحابك تتكلموا على الماتش، تلاقي فيه 17,000 رأي يتحط على الماتش ده. احنا هنلعب ازاي ماتش انتر ميامي؟ فبالك بقى ريبيرو نفسه الحيرة اللي هو فيها دي بقى يعمل فيها. يعني انا ظهر عندي في الشوط الاول ممكن 1 أو 2 مثلا بانوا بشكل كويس، الشوط التاني في ناس ظهرت بشكل كويس. تفتكر ريبيرو هيعمل ايه؟ فكر ازاي؟ وماتش باتشوكا ده ممكن يعني نستفيد منه ازاي بقى في ماتش انتر ميامي ده؟ عشان يعني وجهة نظري يعني ما اعرفش، ماتش انتر ميامي ده هو اسهلهم في المجموعه بالنسبه لنا، يعني اسهلهم في المجموعه ان انت ممكن تجيب منه نقط. تفتكر ريبيرو هيعمل ايه؟ بص برضو ماتش باتشوكا في الاخر زي ما انت كنت وانت بتتكلم، ولعب 22 لعيب او يعني صح. 22 لعيب او 23 لعيب او يعني نقول 11 يعني بدل 11 ب 11 ان انت برضو تدي اي انطباع صعب. ان انت اخرك في الموضوع ده، انا وجهة نظري يعني هتقيم فرديات معينه، يعني مثلا تقول تريزيجيه
الحمد لله واضح يعني لسه فت. حمدي فتحي تمام. لان دول مخلصين ومريحين. يعني مخلصين دورياتهم ومريحين. صح. والله ديانج تمام. بن رمضان هيتأقلم بسرعة واضح. يعني صح. مش هياخد وقت صح. مع الفرقة دي حقيقة. مش عايز اتكلم عن الانطباعات سلبية لبعض اللاعبين مش وقتها. بس في بعض اللعيبة هتلاقي لا يعني محتاج تاخد بالك صح. محتاج تركز لا ممكن مش تبدأ ماتش انتر ميامي. فاهم يعني انا وجهة نظري حتى اتكلمت فيها كنت في قناة النادي الاهلي ان انا عندي احساس ان في 5-6 لعيبة الى حد ما ضمنوا اماكنهم. حلو. الشناوي محمد هاني اوكي امام وبن رمضان بقى كده 4. حلو. تريزيجيه جميل. دول انا وجهة نظري دول ضمنوا مكان بنسبة 99%. دول ضمنوا لو ان شاء الله باذن الله بس يعني مبقاش في اي مشاكل في التدريبات ما يبقاش ان شاء الله باذن الله. دول من وجهة نظري دول موجودين في تشكيل النادي الاهلي في ماتش انتر ميامي. حلو. هيتبقى بقى الاستقرار على الباك الشمال مين الاثنين مدافعين اللي هيلعبوا جنب بعض مين صح. مين اللي هيلعب مروان ولا حمدي طب الناحية اليمين هتبتدي بطاهر عشان هو اللي كان موجود مع الفرقة بشكل كبير هو اللي ناهي الدوري هو اللي ناهي الموسم ولا هتدخل زيزو على طول هو جاهز ولا هتحط حسين الشحات يعني هي حيرة بالنسبة للمدرب في عنده لعيب صفقة جديدة صح. وعنده لعيب هو اللي ختم الموسم اساسي واللعيب اللي هو اللي بينزل كان يشارك واحسن عنده 3 لعيبه هنا هيفكر فيه. طب انا عندي اسامه ابو علي جاي من ماتشين تصفيات اسيا كاس عالم هيوصل بكره تقريبا وعقبال ما يوصل ويعني الموضوع ممكن يبقى فيه اجهاد مش قادر صح. يبتدي اساسي ايا كان. طب هل مع بعد اصابه جراديشار طب ممكن اخش ادخل بن شرقي هو السترايكر ولا هلعب بن شرقي عادي جناح هو اليمين او تريزيجيه. فعشان كده بقول لك هي في على الاقل في 6 لعيبه مثلا ممكن نقول ان هم ايه او 5 لعيبه موجودين والباقي هيعتمد على حالتهم هيعتمد على طريقه المدرب انت تلعب ازاي قاري فرقه انتر ميامي ازاي. ايوه هو ده كله المدرب اعتقد هيفكر فيه الكام يوم اللي جايين دول يعني في لعيب فاجئني في يعني هو لعيب بكل امانه يعني هو كان في بعض الآراء كده ان هو مش دي الصفقة اللي احنا كنا عايزينها. احنا كنا عايزين حد مدافع يبقى بتقل عبد المنعم او بتقل زين الدين بالعيد او احمد رمضان بيكهام ادى شوط مثالي واكتشفنا حاجات كتير وناس كتير ما كانتش تعرف ان احمد رمضان بيكهام بيعرف يطلع بالكرة كويس بيعرف ياخد قرارات في الملعب كويس. هل ممكن يبتدي؟ ممكن يعني في المركز ده عادي جدا طبعا. يعني برضو ممكن الادفانتج يروح اكتر اشرف وياسر يعني بما ان هم اللي كانوا موجودين هل برضو في حاجه هل المدرب ممكن بعد ما شاف الماتش يفكر في العش باك شمال ما ممكن انا ما اعرفش فاهم. بس انا بسالك انت بقى كمحلل شفت مثلا احنا لا يعني انا لاحظنا ان عندنا مشكله قصدي في موضوع الدفاع ده. هل شايف ان احنا او هو ممكن يلعب ب3 يعني 3 ورا بليبرو؟ انا ماتش انتر ميامي مش شايف ان احنا ممكن نلعب فيه باي خطه ليها جانب دفاعي الا لو انت تلعب بال3 وهيبقى الطقم اللي قدام ده ايه طيران زي ما انت بتقول كده. لان خلال اللقطات اللي بنشوفها الانتر ميامي بيلعبوا الفجر طبعا في ماتشات كتير مظبوط واغلب اللقطات اللي انت بتشوفها اللي هي الصفحات اللي بتنقل لقطات ميسي لان مفيش والاهداف اللي بتدخل فيهم فرقه متواضعه جدا دفاعيا. ايوه يعني الفريق لعب بنتكلم 16 ماتش السنه دي مثلا او في الموسم بتاع السنه دي دخل فيه 27 جول. حلو. جايبين 36 جول بس دخل فيه 27 جول يعني مثلا بتاع جونين في كل ماتش مثلا يعني مثلا او اقل شويه. فرقه خرجت من ربع نهائي الكونكاكاف يعني هم حتى مثلا مش ابطال قاره مش بينافسوا على ابطال القاره. مظبوط. في الام ال اس كان مركز سادس لحد دلوقتي في اللي هي الفتره نزلوا من الاول للسادس باين حاجه كده. فالنهارده فرقه دفاعيه متواضعه فرقه في وسط الملعب حتى بوسكيتس لعيب كبير جدا لكن برضو كبير سنا اكيد لسه حركه خلاص خوردي ألبا 36 سنه برضو كبير بس بيعمل لهم اسيستات ولعيب مهم لكن كبير سنا. سواريز تقيل ميسي هو الفرقه صح يعني فاهم هو ميسي اللي بيعمل كل حاجه مظبوط. فانت النهارده كل خطتك هتبقى من وجهه نظري مبنيه على ايه
كيفيه عزل ميسي عن المجموعه دي. لان انت لو انت اللي هتلعب وانت اللي معاك الكوره وانت اللي بتهاجم، فميسي لو خد الكوره وانت غلطت قدامه ورمى ثرو باس لسواريز، خلاص هو سواريز لو راح انفراد وهو عنده 100 سنه نسبه ان هو يسجل الانفراد ده عاليه. ايوه فاهم الفكره. لكن سواريز مش هياخد الكوره زي ايام برشلونه ولا ليفربول ويقعد يرقص في اللعيبه ويعدي، تبقى هنا مشكله. لان هو مش، لان سواريز مش هيقدر يعمل ده. اوكي فاهم الفكره. فاهم قصدك. فلكن هم النهارده هيعتمدوا على ايه؟ هيعتمد النهارده ميسي ازاي بينزل لتحت كتير ياخد الكوره ويرمي ثرو باس. أيوة. او بوسكيتس ازاي يلعب ثرو باس لميسي، ال1 2 اللي بيبقى بين ميسي وسواريز في الحته اللي قدام دي. لان هم حافظين بعض جدا طبعا. فهي دي انت النهارده لو قدرت ما تغلطش قدام ميسي، لان انت ما تعملش فاول لميسي على ال18 وانت بتعمل بيلد اب الكره ما تروحش لميسي على حدود ال18. كل ده لو انت عزلت هذا الاسطوره هذا الاسطوره من الملعب. وانا مش متخيل ان انا ممكن حد يشوفنا واحنا بنتكلم عن ميسي بالطريقه دي. هنعمل ايه مع اللعب؟ طيب ما نتكلمش عنه كمان يعني. يا عم مش رايحين نلعبه يا عم، من حقنا يا عم نحلل يا عم. والحمد لله ان احنا رايحين له في الوقت ده بالظبط. يعني هو مبسوط خلص يعني ايه. والراجل لسه راجع من الارجنتين، هو كان ولا في كولومبيا كانوا بيلعبوا الكوره عادي. هو يعني ميسي في الاخر طبعا عنده مشكله كبيره موضوع عنده ميسي. شغف في الراجل. انا بتخيل ناس انا قاعد هذا العبد الفقير المفروض انه بيحلل ميسي او بيتكلم عن ميسي ويقول نعمل ايه في ميسي. لا يعني برضو لعبنا زمان ده، بس ما كناش نعرف ان هو هيبقى كده. لعبنا جه هنا في استاد القاهره كان طول عمره ورد ما كناش هنعرف. فلا يعني انا بتكلم فعلا انت النهارده لو عزلت ميسي خلاص عن الفرقه دي بنسبه كبيره انت سيطرت عن الماتش. صح. وبنتكلم كده من خلال الانطباعات اللي احنا شفناها عن الفريق ده. يعني ما شفناش التدعيمات اللي كنا بنسمع عنها. يعني لا راحوا جابوا دي بروين ولا مودريتش ولا حتى لما كان في كلام على نيمار بعيدا عن نيمار قاعد في المستشفى على طول. كان في كلام عن لعيبه تانية موجوده برضو ما عملوش قد قفل خلاص. فالدنيا بالنسبه لهم عاديه. صح. فانت النهارده الماتش ده انا وجهه نظري انت لو قدرت تعمل فيه حاجه كبيره قوي خلاص انت خدت مكاسب 50% من مشاركتك. صح. تروح بقى مع بالميراس وبورتو تشوف بقى الدنيا ماشيه ازاي. ويا سلام بقى مثلا وانت كسبت انتر ميامي وهم تعادلوا، يا سلام مثلا تبقى حلوه. انت عندك ادفانتج مثلا لطيف تلعب يعني. او انت تلعب يعني فاهم. لان اكيد بالميراس وبورتو يكسبوا انتر ميامي. طبعا ده اكيد طبعا. فانت هتلعب على ان مين انت تقدر توقع مين فيهم. بس صح. لو قلت لك توقعك للتشكيل هتبقى ايه؟ يعني احساسك. التشكيل متوقع. احساسك. بقول لك انا الشناوي محمد هاني حلو اشرف داري اعتقد ياسر ابراهيم. اوكي. انا بتوقع مش لا انا عارف ولا بقيم يعني. انا بتوقع الافضل يعني. بالظبط. الباك الشمال اللي عندي انا فيه برضو مشكله طبعا. فانا شايف انه ممكن يلعب بمصطفى العش. مفيش مشكله يلعب بالعش او كوكا. يعني العش او كوكا حد يبقى الناحيه الدفاعيه يعني احسن قصدك. يعني كريم الدبيس دفاعيا يعني مش يعني ما اعرفش في الماتش زي ده ممكن ايه حالته. بس هو تبقى ما بين مفاضله بين العش وكوكا لان برضو ما اعرفش حاله يحيى عطيته الله ايه. يعني لو يحيى عطيته الله جاهز هو اللي يلعب. لو جاهز 100% كعنصر الخبره بقى وكده هو اللي يلعب. تمام. حلو. برضو في نص الملعب هو امام عاشور وبن رمضان. حلو. الحيره الكبيره في النص طبعا مين الثلاثه ولا مروان ولا ديانج. اوكي. انا اعتقد ان ديانج مش هيبقى ليه دور اساسي في اول ماتش. حلو. اعتقد كده. حمدي فتحي اعتقد ممكن يبقى حمدي فتحي ممكن مروان برضو نايل موسم بشكل كويس. صح. فنخلي ان مثلا زي ما بنعمل كتشكيل متوقع الناحيه الشمال يحيى عطية الله او كوكا. خلاص انا هاخدها كده. وفي النص ما بين مروان وحمدي. جميل. ماشي. تريزيجيه شمال ويمين طاهر ولا زيزو. انه لا انا بقول لو هيلعب بوسام، لو وسام جاهز يبقى بن شرقي وتريزيجيه ووسام. لو ما فيش وسام يبقى تريزيجيه وطاهر بن شرقي مهاجم. زيزو انا وجهة نظري انه لازم بس ياخد مع الفرقه شويه ولسه عشان هو برضو بقاله انت بتتكلم في لعيب بقاله تقريبا اكتر من شهر وشويه، اكتر من شهر ونص ما بيلعبش كوره. صح.
يعني بيلعبش كوره، مقضيها لكن زيزو تمرينات بس. بيتدرب، وحتى لما صح. كان بيروح نادي الزمالك بيتدرب وبيتدرب بشكل منفرد. مظبوط. كل حاجه. لكن انا اقصد بس كلاعب هو بقى له فتره بيلعبش كوره صح. مع فرقه، لكن لو هو اتمرن وجاز اكيد ممكن برضو يبقى رقم مهم في كتشكيل اساسي بينه أيوة. وبين طاهر في الحته دي يعني. حلو، تشكيله اعتقد متوازنه يعني وانت شايف ان احنا مش محتاجين قوي ان احنا نلعب مثلا باتنين لا خالص. ديفندرز لا او خالص. واحد تالت في الدفاع يعني كاليبرو. ف ان شاء الله احنا عايزين بس نكسب. يا باشا احنا عايزين نكسب بس، مش ماتش بس الساعه 3 الصبح عايزين 3 نعمل. الصبح. هتتفرج ازاي؟ والله لو مفيش استوديو لو مفيش استوديو بنسبه كبيره في البيت، لو حد أوكي. هينزل الشارع هنشوف يعني. حلو قوي. في خبر قبل ما اختم معاك يعني، خبر كده طلع اخد رايك فيه برضه. قال لك انه بيفكروا في كاس العالم للانديه كل فرقه تخش على اغنيه. كان الاستاذ محمد سعيد لسه منزله دلوقتي، بنوجه له التحيه طبعا. انت عايز اختار الاغنيه؟ مين الاغنيه؟ تفتكر ايه الاغنيه؟ انا ما اعرفش ايه الاغنيه. هل الاغنيه مثلا نادي ولا لو انا اخترت، لو انت اخترت، انت مسؤول دلوقتي في النادي الاهلي يا باشا وقاعد هناك في ميامي. هناك اللي بيخشوا على سطلانه بقى. انا والله قلت كده، والله قلت كده. لا يا ما مش عارف. يخشوا على سطلانه. اكيد طاهر هو اللي هينقيها. طاهر هو اللي مصطفى شوبير. طاهر ومصطفى شوبير هم اللي بيعرفوا ينقوا الحاجات دي. قلنا اغنيه حلوه كده خلاص هتبقى يعني نشوف يوم الحد كده داخلين على حاجه، او ناخد بقى نشوف العالم بتاعت صن داونز الاغاني اللي بيخشوا بيها بتبقى عامله ازاي، نخش احنا بواحده كده ونقعد نسقف حته افريقي كده تسمي منا مثلا فرعوني. ايوه انا اتبسطت جدا بالحلقه معاك. أنا اللي اتاخرت شويه كل بس تأخيرة الحمد في لله أخيرة. كل تاخيره وفي اخيره. واتمنى تكون انت كمان اتبسطت. اكيد طبعا. لا اتبسطت طبعا. ربنا يخليك والله، وان شاء الله يعني نعيدها ونكررها كل بالظبط. فتره كده تكون معايا. لا ده شرف ليا، وبالتوفيق ليك دايما. ربنا يخليك. حلقات لطيفه، والضيوف اللي معاك اللي ربنا جم يخليك قبلي والله. ناس كلها محترمه، حبيبي والله. فنتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخليك يا رب، وان شاء الله نلتقي ونتكلم كده ونبارك لبعض بقى على الاهلي في الماتشات والتأهل. اهم حاجه نتأهل بس. بسلام. اهم حاجه نتأهل، وبعد كده نشوف بقى هنروح فين عادي. ده اتلتيكو إيه بقى باريس باريس عادي ده مش مش مشكله، مشكلة. نلعب بقى. يعني ايه هنبقى اوحش من انتر اللي شالوا 5 مثلا؟ ما عادي يعني. لا تمام. يعني احنا معانا لحد يعني. 5. لا الكوره يا عم. لحد 5. انت متخيل ان انت لما تطلع الليفل بتلعب باريس سان جيرمان مثلا، بتلعب باريس سان جيرمان طبعا. فما يجي يقول لك ايه بطل افريقيا يلعب بطل اوروبا مثلا يعني. حلو. طبعا انا ابقى مبسوط. فخر طبعا. يعني حاجه طبعا. حلوه والله. كلنا في ماتش صح. انتر كونتيننتال زعلنا على الخساره، طريقه الخساره. ان انت كان عندك تاريخ بتبنيه، ان انت تصعد تلعب ريال مدريد. الماتش ده ممكن يبقى عامل ازاي ان طبعا. ريال مدريد في وبتلعبوا فاينل بقى اللي هو احنا فاينل. بقالنا كتير بندور عليه من بالظبط. 2005. فدي حاجه كلها كويسه. لو اللعيبه توصل لها حاجه زي كده، العب عشان تعمل حاجه لنفسك. انت في اجيال كتير عدت على النادي ما كانش عندهم الفرصه دي، انت عندك فرصه يتقال ان انت اول واحد عملت الكلام ده. صح. يعني مزبوط. حتى انت دلوقتي بيقارنوك باجيال قبل كده. صح. انت كسبت 4 بطولات افريقيا زي جيل 2005. والله انت خدت ميداليات كاس عالم انديه اكتر من الجيل اللي قبلك. انت مش عارف عدد اهدافك اكتر من مين. طب انت عندك فرصه تكمل حاجه، تكمل التاريخ ده وتبني حاجه. هيتقال ايه اللي هيجي بعدك يعمل؟ يقول لك عملوا زيكم. صح. فانت استغل ده، خصوصا ان انت في الكوره العمر مش كبير في الكوره. فكل ده هو رصيدك. انت النهارده كل ده هتكسب. عندك فلوس، مكافآت، اعلانات، شهرة، كل حاجة بتفتح لك هنا. صح. فاستغل ده. صح. دوس على نفسك شوية. هي دي شغلانتك. زي ما احنا بنشتغل، كل واحد فينا يشتغل شغلانة، اللي يقدر يشتغل التانية طول ما انت صاحي بتحاول تشتغل. صح. فانت طول ما انت ده وقتك اتمرن، شوف ناقصك ايه، يعني استشفائك، اهتم بتفاصيل اكلك وشربك ونومك. ليه انت بتستثمر في نفسك، تستثمر في جسمك، تحقق تاريخ مع ناديك، تحقق تاريخ لنفسك. كل ده يبقى في رصيدك بعد كده. لما تيجي تبطل كوره هيتقال ده فلان ده حقق كذا وكذا وكذا. بنشوف كريستيانو رونالدو النهارده 40 سنه ايدول للناس كلها. ده 40 سنه بص بيعمل ايه، بيتمرن لحد دلوقتي وبيجيب جون، بيلعب منتخب، بيجيب فكره ان انا هداف برضو الدوري السعودي بكل الامكانيات اللي فيه دي. ومع النصر اللي الناس مثلا بتقول والله النصر مش افضل حاجه السنه دي وما كسبش بطولات، لكن كريستيانو رونالدو هداف الدوري السعودي للسنه الثانيه على التوالي. ما هو لو انت لو ما كنت شبعت كوره انا عايز ايه تاني؟ شوف هو بيفرح بطوله. شوف ميسي هذا بطل العالم اللي عمل كل حاجه في حياته
هو بيلعب دلوقتي الماتشات مشاعره عامله ازاي في الماتش. لسه عايز انا عايز صح. العب وعايز اكسب، صح. ما بقديش واجب عشان اخد فلوس وخلاص. دي حقيقة. فهي دي انت شغف بالظبط كده. انت ابني لنفسك تاريخك صح. واشتغل لناديك، هتلاقي كل حاجه بتتفتح لك وبتستسهل لك. ان شاء الله بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله الناس هيشرفونا باذن الله. انا متفائل يعني باذن الله. ان شاء الله شرفتني ونورتني ايمن كمان مره، وان شاء الله نتقابل قريب. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. استنوني وحلقه جديده وضيف جديد بودكاست جاسوس الملعب. مع السلامه.